السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ النهارده اول حلقه في سلسله جديده هنتعلم فيها مع بعض لغه دارت، اللغه اللي بنستخدمها عشان نبرمج بيها تطبيقات فلاتر. السلسله دي هتكون بسيطه، هنمشي فيها خطوه خطوه عشان اي حد حتى لو عمره ما كتب كود قبل كده يقدر يبدا معانا. طيب ليه اتعلم دارت؟ لان فلاتر مبنيه عليها، فلو عايز تبدا في تطوير التطبيقات لازم تكون فاهم دارت كويس. كمان اللغة سهلة شبه لغات تانية زي جافا وسي شارب. في الكورس ده مش هنحفظ كود، هنبني مشاريع حقيقية وهوريك ازاي تطلع تطبيق احترافي شكله عالمي يشتغل على الموبايل والويب والديسكتوب بكود واحد بس. طيب ليه اتعلم لغة دارت؟ اول حاجة هندخل على الموقع بتاع دارت، هندخل نبص نعمل اوفر فيو على الموقع نفسه. كل اللي محتاجينه ان احنا ننزل ال SDK بتاع لغة دارت زي ما احنا شايفين. هنختار الاوبريشن سيستم، انا ويندوز فهختار ويندوز. بعد ما تعمل لها داونلود، بعد اما الملف ينزل معانا هنفك الضغط عنه، هيكون بالشكل دوت. هنفتح الملف وهنخش على فولدر البن، هناخد الباص دوت هناخده كده كوبي. بعد كده نروح ندوس على الويندوز، هندوس environment system. بعد كده هنختار الاختيار دوت environment. بعد كده هندوس على كلمة باص، ندوس عليها تكتين هتفتح معانا بالشكل ده. بعد كده هندوس نيو وهنحط الباص اللي احنا اخدناه. وبعد كده هندوس اوكي اوكي اوكي. انا هدوس كنسل عشان انا اعمل الخطوة دي قبل كده. دلوقتي هندخل على موقع اسمه دارت باد مال، بنكتب الكود وبعد ما بندوس رن بتظهر النتيجة على الجنب اليمين. يعني ندوسنا رن كده زي ما شفنا هتلاقي النتيجة ظهرت على الجنب اليمين. طيب بعد كده بندخل على موقع فلاتر الدوكيومنتيشن الرسمي. هو بيقولك ان هي build for any screen. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت تقدر تبني اي شاشة انت عايزها باستخدام فلاتر، وده اللي احنا هنبتدي ونتعلمه في الكورس دوت. بعد كده هنشتغل على فيجوال ستوديو كود، هنكتب في السيرش فيجوال او VS كود. هنبتدي ان احنا ننزل النسخة بتاعت الويندوز، او اذا كنت ماك تنزل النسخة بتاعت ماك. بعد ما تتحمل هتتسطب عادي نيكست نيكست نيكست، واول ما يخلص تسطيب هنبتدي نفتح ال VS كود. بعد كده هندخل نعمل فايل فولدر هنسميه ايا كان الاسم. بعد ما نعمل الفولدر هنعمل فولدر جواه اسمه ليب، وده هيبقى الروت بتاع المشروع. ممكن نعمل اختصار عشان نفتح ال VS كود على طول. من فوق هنا هندوس CMD هيفتح معانا الكوماند لاين، هنكتب كود دوت. اول ما ندوس انتر هيفتح معانا الفيجوال ستوديو كود على المشروع اللي احنا عاملينه. بعد ما يفتح معانا الفيجوال ستوديو كود هندوس هنا على الشمال ايقونة اسمها اكستنشن، هنكتب كلمة دارت. اول ما تظهر معانا هندوس عليها. بعد كده هندوس انستول. انا عندي ظهر ان انستول عشان مسطبها قبل كده. بعد ما تتحمل معاك كده هيبقى احنا جاهزين ان نكتب اول كود. هنعمل فايل هنسميه main دوت دارت. ممكن نعمل الفايل ندوس كليك يمين او نختار نيو فايل من فوق، الطريقة اللي تريحك اقدر زي ما انت عايز. هنكتب main دوت دارت هندوس انتر. كده هيفتح معانا الفايل اللي نقدر نكتب فيه الكود. اول حاجة هنكتب void main، وما تستعجلش احنا هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل. بعد ما نكتب void main ونفتح القوسين وبعد كده الكيرلي براكتس اللي هي الاقواس المعروضة، هنكتب كلمة br اللي هي برنت. هينزل لنا اقتراحات كتيرة جدا ملناش دعوة بيها دلوقتي، هنشرح كل حاجة بالتفصيل. هندوس برنت. اول لما بندوس على recommendation بتاع برنت هيظهر لنا نكتب حاجة جواه. هندوس
سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، هنفهم برضو يعني ايه. بعد كده هنكتب الكلمة اللي احنا عايزينها، في الاخر هنكتب سيمي كولوم. بعد كده هنيجي على الجنب الشمال هنختار run and debug. اول لما بندوس run and debug هيظهر لنا النتيجة بتاعة الكلمة اللي احنا كتبناها، يعني هيظهر لنا hello world زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب كده احنا عرفنا ان احنا جوه كلمة print نقدر نطبع اي كلمة احنا عايزينها. يعني مثلا لو كتبنا hello حازم ودوسنا run and debug هيظهر لنا في الكونسول او التيرمينال اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي احنا كتبناه جوه الاقواس بتاعه برنت. طيب دلوقتي كده يا شباب احنا خلصنا اول حلقة. هنتكلم اكتر عن الدالة مين، وهنبدأ نفهم ازاي الكود بيتنفذ خطوة بخطوة. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو حابب تكمل السلسلة. استناني الحلقة الجاية. سلام.